قاعد في معملك دخل عليك مريض بيقول لك لو سمحت يا دكتور انا عاوز اعمل تحليل الميكروب السبحي. هتيجي انت بكل بساطة تقول له اتفضل استريح وتسحب العينة وتبدأ تشتغل التحليل. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الانتي ستريبتولايسين تيست او تحليل الميكروب السبحي بأدق طريقة ممكن تشتغل بيها جوه المعمل وتطلع نتيجة صحيحة 100%. حلقة النهاردة مليانة معلومات، بس الأول ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويلة كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معكم كابتن أناليسيس. تحليل الميكروب السبحي اسمه ASOT Anti Streptolysin Test. جميل. بنشتغل جوه المعمل ازاي؟ قالك على مراحل. المرحلة الأولى وهي الكواليتيتيف، يعني بوزيتيف أو نيجاتيف، موجود ولا مش موجود. لو طلع الكواليتيتيف بوزيتيف بنبدأ نشتغل السيمي كوانتيتيف، ودي بنعمل التترات بتاعتنا ونشوف هو بوزيتيف كام، 400 800 1600 وهكذا. عندي تقنية تانية زي تقنية التربيدومتري، ودي بتطلع لي النتيجة كوانتيتيف. يعني ايه بقى؟ قالك يعني رقم هيطلع عندك زي 250 زي 320 وهكذا. انا هقولك الاول معلومة كده تفهمك الوضع ماشي ازاي. احنا عندنا علم اسمه علم السيرولوجي. جميل. بيعتمد على الانتيجين والانتي بوديز. ايه بقى اللي بيحصل؟ قالك الانتيجين لما بيظهر في جسم الانسان الجهاز المناعي بيطلع لي انتي بودي. الانتي بودي ده بيمسك مع الانتيجين ويعمل لي انتيجين انتي بودي كومبلكس. احنا قلنا بقى ايه؟ تعالى ناخد الفكرة دي ونبدأ نحمل الانتي بودي او الانتيجين على كرة صغيرة بتسمى اللاتكس، ولو هم موجودين هيمسكوا مع بعض ويظهر عندي اجلوتينيشن تلزن، فمعناها ان التحليل بوزيتيف. هنشتغل تحليل الاي اس او تي الاول كواليتيتيف، هنشوف هو موجود ولا مش موجود، بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو طلع بوزيتيف هنبدا نشتغل مع بعض السيمي كوانتيتيف، هو موجود بس التتر بتاعه او كميته قد ايه. هنقسم الخطوات اللي هنشتغل عليها تحليل الانتي ستريبتو او الاي اس او تي لثلاث خطوات. الخطوه الاولى وهي البري اناليتيك، الخطوه الثانيه وهي الاناليتيك، الخطوه الثالثه وهي البوست اناليتيك. البري اناليتيك هنشوف فيها ايه؟ قال لك السبيسمين العينه بتاعتنا، المريض مش محتاج يكون صايم. العينه اللي هشتغل بيها سيروم اونلي، يعني ما ينفعش اشتغل من بلازما لان دي ممكن تديني فولس بوزيتيف. طيب سحبت العينة وعملت لها سنترفيوج وفصلتها، هعمل ايه؟ قال لك هندخل بعد كده على خطوة الاناليتيك، ومن الاناليتيك هندخل على خطوة البوست اناليتيك. طب حلو الكلام جدا. انا مش هقدر اشتغل العينة بتاعتي دلوقتي، طب اعمل ايه؟ قال لك بكل بساطة هتاخد العينة تعمل لها سنترفيوج وتاخد السيروم تيجي فاصله في ابن ضرف، حلو، وتحطه في درجة حرارة من 2 ل 8. تمام؟ او تقلل درجة الحرارة بتاعتك، لأن كل ما قللت درجة الحرارة اللي أنت هتحفظ فيها السيرم عندك كل ما زادت الوقت اللي أنت تقدر تشتغل فيه العينة. الموضوع ده اسمه الاستورج أو الاستابيليتي. فأنت لو حطيت عينة الدم أو السيرم عندك في درجة حرارة من 2 ل 8 تقدر تشتغل العينة خلال 24 ساعة. هنبدأ مع بعض الخطوة الأولى وهي الكواليتيتيف بوزيتيف أو نيجاتيف. هتطلع المحلول من التلاجة تعمل له ميكس كويس جدا 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 عشان البارتيكلز تبدأ تبقى متجانسة. بعد كده هتسيبه ياخد درجة حرارة الغرفة. بعد كده هتجيب السيرم عندك وتجيب الشيت الخاص بالتحليل وتحط ايكوال فوليوم 20 مايكرون على 20 مايكرون او 50 مايكرون من السيرم على 50 مايكرون من الايجنت على حسب ما تحب. بعد ما تحط السيرم على الايجنت تبدأ تعمل ميكس كويس وتبدأ تعمل observation تشوف الملاحظة عندك. ظهر agglutination فالتحليل بوزيتيف، ما ظهرش agglutination فالتحليل نيجاتيف. لو طلع التحليل بوزيتيف يعني فيه agglutination هتبدأ تدخل على الخطوة الثانية وهي السيمي كوانتيتيف. هسيبك دلوقتي مع فيديو صغير تتفرج عليه ازاي بنشتغل تحليل ال ASOT qualitative وبنشوف هو بوزيتيف او نيجاتيف.
لو طلع التحليل بوزيتيف عندي يعني الكواليتيتيف بوزيتيف، هنبدأ نعمل السيمي كوانتيتيف. حلو الكلام جدا. هتبدأ تعمل سيريال دايليوشن ازاي؟ هتجيب 4 انابيب وترقمهم 1 2 3 4، وتحط في كل انبوبة 100 مايكون من النورمال سلاين. بعد كده هتجيب لي 100 مايكون من السيروم، وتيجي حاطه في اول انبوبة وعامل ميكس كويس، وتشيل 100 مايكون من الميكس من اول انبوبة تحطه في تاني انبوبة وميكس كويس، وهكذا لحد ما توصل للأنبوبة الرابعة. وبعد ما توصل للأنبوبة الرابعة تاخد 100 مايكرون وتتخلص منهم. كده الأنبوبة الأولى تخفيف 1 ل2، والأنبوبة التانية تخفيف 1 ل4، والأنبوبة التالتة تخفيف 1 ل8، والأنبوبة الرابعة تخفيف 1 ل16. ايه ده، في نقطة مهمة جدا نسيت اقولك عليها. انت لسه ما عملتش لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب؟ بعد اذنك ادخل فعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. هسيبك دلوقتي مع فيديو بيوريك إحنا إزاي بنشتغل السيريال دايليوشن داخل المعمل، وكمان بنكمل ونشتغل طريقة السيمي كوانتيتيف ونطلع التتر بتاعنا. هندخل على الخطوة التالتة والأخيرة وهي البوست أناليتيك. إزاي نطلع النتيجة عندنا؟ قالك بص، التتر بيكون لي إيكويشن بيتحسب منه. الإيكويشن أو المعادلة بتاعتي بتقول إيه؟ قالك الأنتي ستريبت تتر بتساوي الهاي دايليوشن وذ بوزيتيف رياكشن في الريجنت سينستيف اللي هي 200. حلو الكلام جدا. تعالى ناخد مثال. لو هي مدية بوزيتيف عندي في التتر 1 ل4، إزاي أطلع النتيجة؟
قال لك بص يا سيدي، السيروم انتي ستريبت ليفل هيساوي 4 في 200 هتساوي 800. دي كانت حلقة النهارده في ازاي تشتغل تحليل الانتي ستريبتولايسين او الميكروب السبحي جوه المعمل بالتفصيل الممل. اتمنى الحلقة تكون مفيدة وهستنى تعليقاتكم تحت الفيديو، ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ليه وكمان تشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.